يا مساء الفل، عاملين ايه يا جماعه؟ وانت داخل كده ما تعملش حاجه غير ايدك على زرار اللايك وشير، تمام؟ علشان كده احنا بنضغط على السوق ده، بنساعد جامد قوي قوي قوي. وكمان فرص كويسه ما تتفوتش، يعني فرص اللي انا هقول لك عليها دي دلوقتي ما تتسابش. انا بقالي مده في المفاوضات دي والموضوع، وعلشان تعرف قيمتنا احنا كمصريين، شوف الناس بره بتدينا عروض عامله ازاي. شوف لما بروح اتفاوض باسمكم على حاجه باخد ايه. ده انا هوريك دلوقتي، ده انا هوريك ذهب وياقوت ومرجان وموبايلات وعربيات هدايا، تمام؟ ده انا هفرحك دلوقتي، وكلام رسمي مش كلام واخده من بق حد. والكلام ده عرض من المنطقه الحره في دبي، وادي الجواب الرسمي اهو، تمام؟ وجواب تاني باسمي ان البرومو كود ده ب 5000 درهم لاسم محمود خيري والمغتربين المصريين. ده انا هدلعك، بس ما تعملش حاجه وانت بتتفرج على الكلام ده، عشان انت هتذهل دلوقتي، عشان انت هتشوف عربيات باسعار ما سمعتش عنها من 2021 و2020، تمام؟ ده انا هدلعك، ده انا هوريك اللي ما شفتوش دلوقتي. بس وانت داخل كده الشير واللايك، لا الشير على طول واللايك، علشان الكلام ده لازم يوصل، وعلشان لازم نضغط على السوق العجيب اللي احنا عايشين فيه ده. طيب MG ZS انا كنت بقول لك ان انا بتفاوض لك عليها اقل من 43000 درهم الكامله. الكامله دي اللي هي ايه؟ واصبر عشان هقول لك على كميات العربيات دلوقتي، واصبر عشان هقول لك هتاخد ايه. الكامله دي اللي هي بانوراما اللاكجري وفرش جلد وكراسي كهرباء وكاميرات 360، الكامله اللي بتقول بابا وماما، تمام؟ الكامله اللي بتقول بابا وماما. طب انا جبتها لك ب 41900 درهم، يعني بسعر النهارده ب 502000 جنيه، اللي بيبيعوها هنا بمليون ونص. طب بتدفع عليها مبادره كام؟ انا جايب لك العرض اهو، هحط لكم ارقام التليفونات وهحط لكم كل حاجه، واشتري النهارده قبل بكره، دي تشتريها، دي ما تسيبهاش. الوديعه بتاعتها 196000 جنيه في صوره 4900 دولار بسعر النهارده برضه، تمام؟ يعني العربيه دي تحت 700000 جنيه، ما كملتش 700000 جنيه. MG ZS الكلام ده انت مش هتلاقيه حتى في المستعمل، يعني في المستعمل بيطلبوا مليون 200 ومليون 100. جميل؟ انا جايب لك العربيه زيرو موديل 2023، هتتسجل مبادره فئه كامله 22 عشان سنه الصنع، زيرو كامله، بانوراما، فرش جلد، كاميرات 360، كراسي كهرباء، كل اللي تتخيله الكامله ب 41900 درهم. دي انت ما سمعتش عنها قبل كده، ما شفتهاش، ببرومو كود خيري 24. جميل؟ وهحط لكم الارقام وكل حاجه. ما تتسابش، ما تتسابش ب 700000 جنيه بالوديعه المسترده، ما تتسابش، تمام؟ ما تتسابش. جميل؟ فيدخل الانسان عجيب جدا يقول لك للمغتربين، هو المغتربين دول ايه؟ هنود؟ انتوا هتفضلوا لحد امتى؟ احنا كمصريين انا لازم استفيد، انا لازم اروح اكنز عربيات ب 3 مليون ونص عشان ابيعها ب 4 مليون، انا بس. بطلوا بقى، بطل بقى، ده 10 مليون مصري ليهم اخ واب وام، وانت يا اخي ممكن تكون صديق ما تروح تستفيد، يعني تمام؟ يعني لما نعمل مجهود ل 10 مليون مصري ده مش عاجبك؟ لا انا بس، يا مش انا يا تولع، يعني تمام؟ فالعربيه دي ب 41900 درهم. جميل؟ يا اخي انت عايز تستفيد، شوف حد يتنازل لك عن المبادره، حتى لو وقفت عليك ب 700000 جنيه هيتنازل لك عن المبادره مقابل الوديعه. ما تدور، ما موجودين على جروبات المغتربين ب 700000 جنيه حتى لو سبت له الوديعه. هو في فرصه احلى من كده؟ انت عمرك سمعت عن حاجه شبه كده؟ يعني بقى حصلت؟ ما تروح تدور، مش عايز تتعب نفسك خالص، عايز حد يجيب لك عربيه لحد البيت وتكسب فيها كمان. 41900 درهم وبتدفع فقط 4900 دولار، تمام؟ يعني انت ما شفتش ده قبل كده، ما شفتوش، ببرومو كود خيري 24، تمام؟ خيري 24 جبنا لك خصم. هو العربيه دي كانت بتتباع في السوق ده ب 46000 درهم و48000 درهم، واقل سعر جبناه ليها كان 43500 درهم. دلوقتي 41900 درهم، ما حصلش. بسعر النهارده ب 502000 جنيه، ما حصلش. جميل؟ طيب خش بقى على اللي بعده، عشان ده انا مش سايبك كده. طب خلصنا من الاربعينات. جميل؟ وده حتى لو انت مش هتستفيد منه، ده يوضح لك انت جيبك بيتنهب في قد ايه. هو اللي انا بعمله لك ده ما يوضحلكش؟
هو احترامك بره في دوله خليجيه ده والعروض اللي بتنهال على المصريين دي، هو ده ما يوضحلكش انت بتتنهب هنا في قد ايه؟ لما اجيب لك عربيه بعد دفع الرسوم ب 700,000 جنيه هنا بتتباع ب1.5 مليون. يا راجل ده واخدين منك عربيه تانية زياده. جميل؟ رغم ان العمله عندك انخفضت. تمام. خد بقى اللي انا جايبه لك دلوقتي ده. اخر سعر كنا جبناه للاكليبس ايه؟ وكان سعر محترم وسعر حلو جدا وسعر ارخص من مصر ب 700 و 800 الف جنيه والعمله ازيد من كده. شوف العرض اللي انا جايبه لك ده، بس اعمل شير بس ولايك عشان يوصل للناس وعشان السوق ده يعرف قد ايه هو بيشتغل الناس اللي احنا عايشين فيه ده. طب انا كنت جايب لك ساعتها خصم 1000 درهم وانا هناك، بس انا وانا هناك ما بطلتش تفاوض، قعدت اقول لا كتير. الناس عملت لي جواب رسمي بخصم 5000 درهم وسبيكه ذهب 5 جرام عيار 24 مع كل عربيه، اي فئه من الفئات. تمام؟ يعني اللي ب 93 هتقف ب 88. السوبر اول ويل كنترول، هيدز اب ديسبلاي، كراسي كهرباء، بانوراما، فرش جلد، كاميرات 360، مجموعه الاداس كامله، الجنط الكبير. 88,000 درهم بالخصم بتاعي خيري 24. جميل؟ وسبيكه ذهب 5 جرام وسحب بجواب رسمي من المنطقه الحره كل اسبوعين على ايفون 15 وساعات الترا وكاش باك 1000 درهم وعربيه ام جي زد اس تكسبها ببلاش. ادي جواب المنطقه الحره اهو، ده جواب رسمي. الناس في دبي دي ما بتهزرش. تمام؟ استنى افتح لك جواب المنطقه الحره، ده عرض رسمي. تمام؟ خصم المحمود خيري 5000 درهم وسبيكه ذهب 5 جرام عيار 24 على كل عربيه حتى اقل فئه. طب تعالى بقى، هي العربيات دي ايه؟ العربيات دي النسخه الياباني مواصفه خليجي، مش شرق اوسط. مش الشرق اوسط اللي كانوا بيحرقوا في سعرها، دي خليجي. دي اعلى نسخه، النسخه المتعززه هناك خليجي. شرق اوسط قلت لهم لا مش عايزين، المصريين ما بيحبوش شرق اوسط، عايزين خليجي. تمام؟ هتبتدي من كام؟ من 67,000 درهم بعد خصم محمود خيري 5000 درهم وسبيكه ذهب على 67,000 درهم. احسب بقى السبيكه الذهب دي ب 2000 درهم بتاعي، يعني انت واخد العربيه ب 65,000 درهم يعتبر. عمرك سمعت عن الكلام ده؟ عمرك سمعت عن الكلام ده؟ سعر الزد اس اللي انا بقول لك عليها في اول الفيديو رسمي في الخليج ب 70,000 درهم. انا جايب لك اكليبس ارخص من زد اس وطبعا جايب لك الزد اس ب 41,900. تمام؟ فانا عامل لك يعني اللي ما سمعتش عنه. طب انت مش عايز الفئه البيزك من الاكليبس اللي هتقف عليك بحوالي 65,000 درهم بعد العرض ده، عايز الفئه الميد ولا عايز السوبر اول ويل كنترول؟ استنى يا سيدي عشان العرض مكتوب اهو. ادي جواب المنطقه الحره اهو، بص بختم المنطقه الحره اهو، سحب على عربيات ام جي زد اس وكاش باك وموبايلات وساعات. جبت لك كمان عروض هدلعك طول ما انت قاعد في رمضان كده، كل اسبوعين هدلعك. يعني هتشتري عربيه وممكن تكسب عربيه وممكن تكسب ايفون وممكن تكسب دلع دلع، وكمان جايبها لك بسعر ما تشافش. ويجوا هنا يبيعوها لك ب 2 مليون و400 ويقول لك تم تخفيض السعر. ده انا هوقفها عليك هنا ب 1,400,000 بالوديعه بتاعتها. انت عارف الفئه الاساسيه في الاكليبس دي بتدفع كام اللي هتاخدها ب 65,000 درهم؟ 3,800 دولار بس. 3,800 دولار، ما بتدفعش رسوم 130,000 جنيه. فاهمني؟ انت مدرك؟ انت مدرك ان عربيه زي دي تشتريها عند حاجز ال1,000,000 جنيه؟ اللي النهارده بيقول لك خفضنا لك الاوفر برايس على الصني ب1,000,000 جنيه. تمام؟ انت مدرك؟ صح؟ ما انا بحسب لك اهو حبيبي، بقول هتضيف بس 3,800 دولار، دول اللي بيدفعوا وديعه مستورده للبلد. بس كده. جايب لك كمان الفئه الميد اللي هي الكامله بس مش سوبر اول ويل كنترول، مش دفع كلي. استنى خليك معايا، ركز معايا، اعمل شير، الكلام ده مهم جدا. الكلام ده بيفضح اللي بيحصل لنا دلوقتي. شوف الناس بره بتقدرنا ازاي، شوف لما بروح اتفاوض باسمكم على حاجه بيدونا ايه. شايف؟ استنى بس، استنى، ده انا هظبطك دلوقتي. وعايز اقول لك حاجه، والله العظيم انا رفضت سفريه لاوروبا علشان انا مسافر احضر التسليمات مع الناس بعد العيد.
على العرض اللي انا جايبه ده، لان العربيات دي الام جي زد اس يا جماعه اللي ب 41900 درهم تسليم فوري. روح بكره في مواعيد العمل استلمها بالخصم بتاع محمود خيري. الاكليبس 400 عربيه هيتسلموا بعد العيد حسب اولويه الحجز، و400 تانيين في شهر 6. طب الحجز بايه؟ زي ما بيتعمل هنا، اديني نص الفلوس، اديني الفلوس كلها عشان اثبت لك السعر ب 3000 درهم بس، والسعر ثابت والعرض ثابت وممضي من المنطقه الحره في دبي. تمام؟ بتحجز ب 3000 درهم بس. شكرا. انا هسافر بعد العيد مخصوص عشان احضر مع الناس التسليمات، وعشان اجيب عربيات تانية، وعشان اجيب كل العربيات اللي بتهمكم، وعشان اضغط، وعشان اجيب عروض تاني. شايف جايب لك عربيات برخص التراب، جايب لك اكليبس بثمن نيسان صني. تمام؟ وهتاخد معاه ذهب كمان. يعني انت ما سمعت عن الكلام ده هنا؟ سمعت عن الكلام ده هنا؟ استنى بقى اديك الفئه الميد اهي. ثانيه واحده خليك معايا يا باشا. بقول لك ايه، انت لو هتشتري العربيه دي 24 وتنزلها استيراد شخصي الاكليبس دي، يعني اسال الاول يعني الموديل السنه على اي كام. لو 24 ينفع تنزل استيراد شخصي، اقسم بالله انت لو دفعت لها الجمارك 380,000 جنيه انت كسبان. بقول لك بيبيعوها ب 2 مليون 200. ادفع لها جمارك يا سيدي ونزلها استيراد شخصي. يعني عايز اكتر من كده؟ دي برخص التراب. تمام؟ دي الفئه اللي في النص كمان هتبقى ب 73,000 درهم، اللي هي الكامله اللي مش دافع كلي بعد الخصم بتاعي. هي كانت ب 78. 5000 درهم خيري 24 البرومو كود، وسبيكه ذهب 5 جرام معاها، وسحب على ايفون. تمام؟ جايزه. وانت اساسا شاري عربيه ارخص من مصر هنا بمليون جنيه. تمام؟ فيعني دلع الدلع. فعندك 3 فئات للاكليبس اهو، بخصم المحمود خيري برومو كود خيري 24 5000 درهم. عندك ام جي زد اس بسعر ارخص من النص في مصر كامله، ومسافر مخصوص. اقسم بالله انا رفضت سفريه اوروبا، يعني كانت جايه لي اطلع اجرب عربيه هناك علشان بعد العيد هقعد احضر التسليمات مع الناس اول دفعه. تمام؟ هاجي وانتوا بتستلموا. جميل؟ اي مصري بره جوه فاد امه فاد اخته فاد صاحبه، هو اشترى لنفسه. هو المصريين كلهم على راسي لما بلاقي فرصه لحد بجيبها يعني. تمام؟ طب انا المصريين اللي هنا ما انا قاعد احارب لهم اهو. ما احنا تصدقنا قلنا قبل كده من يعني من كل حاجه، من مالنا ومن عرضنا ومن كل حاجه علشان بنحارب هنا. وانا غيرت رايي. هو مين اللي فضل واقف جنبك يقول لك ده سحت ده غش ده؟ يعني ما انا بعمل اللي اقدر عليه هنا وهنا. تمام؟ جايب لك عربيات برخص التراب، جايب لك اكليبس بعد ما تاخد السبيكه الذهب وال 5000 درهم ب 65,000 درهم. انت سمعت عنها في الخليج دي؟ ب 65,000 درهم، بثمن سويفت في الخليج، بثمن سويفت من التوكيل في الخليج، ارخص كمان 5000 درهم. سمعت عنها؟ سمعت عنها؟ ركز بقى في الكلام ده. هحط لكم ارقام التليفونات دلوقتي، تبتدي ما تفوتش، ما يتسابش. ده اقول لك ما يتسابش وبقلب جامد. تمام؟ اللي عايز ام جي زد اس هيستلم فوري، متاح 200 عربيه. شوف الناس حتى المحترمه اللي بتكشف لك المخزون، عندي 200 عربيه حتى نفاذ الكميه. اكليبس عندي 1000 عربيه متنوعين 3 فئات حتى شوف هنا يقول لك ما عنديش، ودلوقتي طالعين يطلعوا موديل 22 في السوق. تمام؟ هحط لك ارقام التليفونات. اللي عايز اكليبس يحجز ب 3000 درهم فقط ويستفيد بالعرض. ما تنساش برومو كود خيري 24 علشان لو ما قلتلهمش هيطبق عليك 5000 زياده. تمام؟ لان العرض ده طالع من المنطقه الحره، ده جواب رسمي. انا قلت لهم عايز تاكيد رسمي. تمام؟ والتسليمات هتبقى في شهر 4 بعد العيد تباعا، وفي شهر 6 حسب اولويه الحجز وحسب الفئه اللي انت حاجزها. جميل؟ الام جي زد اس متوفره فوري. روح استلمها بكره بالسعر ده برومو كود خيري 24. بس الزد اس عليها خصم بس، ما عليهاش سبيكه ذهب ولا حاجه، بسعر 41,900 درهم. بتدفع وديعه 4,900 دولار فقط، هتقف عليك بالوديعه ب 698,000 جنيه. زيرو كامله. تمام؟ يلا الف مبروك، وبنحاول وبنجتهد لجوه والبره ولكل حته، وربنا معاكم ان شاء الله باذن الله. ما تنسوناش من دعواتكم، وهحط لكم ارقام التليفونات.
لو سمحتوا اتصلوا بيهم في مواعيد العمل الرسمي، عشان هم مش زينا، هم بعد الدوام بيقفلوا الموبايلات. تمام؟ فاللي عايز يحجز او عايز اي حاجه اتصلوا بيهم في مواعيد العمل الرسمي، وانا هفضل اكد على العرض وهفكر الناس بيه. ومعاكم ان شاء الله في الاستلامات بعد العيد، هسافر مخصوص بعد العيد ان شاء الله علشان اكون موجود معاكم. شكرا، سلام عليكم.